التدخين يقتل 4,900,000 شخص سنوياً، 13,400 شخص يومياً، 560 شخص كل ساعة. بينما كنتم تشاهدون هذه الرسالة قتل التبغ 5 أشخاص. أجيال ورا أجيال بتعدي على بلادنا، وكل جيل بيسلم البلد للجيل اللي بعديه. ولو بصيت السنين اللي فاتت على بلادنا هتلاقيها اتحسنت في حاجات كتير، مش بس المسؤولين يهتموا بيها، بل كل الشعب كان فاتح عينيه إن بلادنا تبقى صورتها أحسن. وموضوع التدخين لا يكفي فيه موعظة عالم إن التدخين حرام، ولا يافطة يحطها المسؤولين في مكان من الأماكن ممنوع التدخين. موضوع التدخين بيبدأ بيك كمدخن، وتقدر تاخد قرار إنك أنت ما تشاركش في قتل واحد كل 10 ثواني، وده اللي بيحصل في بلادنا، ولا تكون مشارك في 50 مليون جنيه اللي بيتصرفوا كل يوم على التدخين. ده لو انت مدخن. ولو انت مش مدخن برضو شارك معانا، انك انت من حقك انك تقول للي جنبك ارجوك انا نفسي اعيش في بلدي بتنفس هواء يليق ببشريتي وانسانيتي. ومن حقك انك انت تاخد قرار انك انت ما تقعدش في مكان بيكون فيه شيشة، واللي يحب يقعد معاك على نقاء صحتك وعلى نقاء حتى عقلك. انا ربنا خلقني انسان مكرم وخلق لي هوا نظيف يليق ببشريتي. من حقك تاخد قرار انك ما تقعدش في مكان فيه شيشة، واللي مش عايز يقعد معاك يبقى هو مش بيحترم انسانيتك وصحتك. موضوع التدخين موضوع كبير، بيأثر على اقتصاد بلادنا، وبيأثر على صحتنا، وبيأثر على حياتنا. مش جمعية حياة بلا تدخين فقط هي اللي دايما هتقول قول كلمة حق، قول للتدخين لا، وإنما لازم المجتمع كله يشارك معانا، بحيث ان احنا في الجيل ده نعمل حالة في المجتمع من رفض التدخين. رفض موضوع بيأثر على حياتنا وصحتنا واقتصادنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. مين هيشارك معانا؟ عايزين كل الناس معانا. أنا حياتي بلا تدخين. خلي حياتك بلا تدخين. أنا حياتي بلا تدخين. يا ترى مين معانا في حملتنا؟ احنا مش مجموعة صغيرة، انما عايزين مصر كلها معانا، عشان احنا كلنا مسؤولين، ومش ده فضل مننا على بلدنا، انما ده حق بلدنا علينا. مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. مين معانا؟ دي مصر كلها معانا. يا ترى مين معانا؟ مين معانا؟ عاوزين مصر كلها معانا. يا ترى مين معانا؟ عايزين أطفال مصر كلهم معانا. عايزين مصر كلها معانا. عايزين مصر كلها معانا. مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. يا ترى هتبقى معانا ولا لا؟ هنستناك. عايزة الإيدين تعلي وإيدين لفوق تصلي، وعيون صحية تخلي بالها من أرضها.